هلو بريب 2 ستودنتس، يلا نكمل مع بعض الدرس الأول وهنبدأ الجزء ده بسؤال. Give reason. The properties of matter vary depending on its physical state. يا ترى ليه الستيت of matter لما بتتغير من solid لليكويد لجاز بتبدأ البروبرتي تظهر بشكل مختلف؟ إجابتنا هتكون because particles behave differently depending on its physical state of matter. يعني لما الستيت بتتغير البيهيفير بتاع البارتيكلز بيتغير وبناء عليه البروبرتي بتبدأ تظهر بشكل مختلف في السوليد عن الليكويد عن الجاز. هنتكلم دلوقتي عن البارتيكل موديل اوف ماتر. طبعا احنا عارفين ان الماتر is made up of small units called particles اللي سميناهم molecules. الموليكيولز دي ممكن تبقى مونو اتوميك وممكن تبقى بولي اتوميك. بولي اتوميك معناه ان الموليكيول ده فيه 2 or more atoms، وطبعا الاتومز دي bond together with chemical bonds. حد فيكم يا شباب فكر قبل كده هم العلماء بيتوصلوا للمعلومات العلمية دي ازاي وبيبدأوا يطلعوا النظريات بتاعتهم اللي احنا بندرسها دلوقتي؟ تعالوا ما احكي لكم ده بيحصل ازاي. Scientists try to explain various natural phenomena by proposing hypotheses to understand how things work. يعني لو اتكلمنا مثلا عن الحركة بتاعة الشمس والأرض، فالعلماء الأول بيبصوا ويبدأوا يلاحظوا الظاهرة اللي بتحصل دي. كل يوم الشمس بتتحرك من الشرق للغرب، فبيبدأوا يحطوا hypotheses يعني افتراضات أو فرضيات عن شكل الحركة ده. ففي منهم يقول والله الحركة دي ممكن تكون بتحصل لأن الشمس بتتحرك أو بتلف حوالين الأرض. في حد تاني ممكن يفترض ويقول لا، في احتمال تاني إن الأرض هي اللي بتتحرك حوالين الشمس، لكن اللي بيبان لنا إن الشمس هي اللي بتلف حوالين الأرض. وهكذا يبدأوا يحطوا افتراضات كتير جدا عشان الافتراضات دي يفهموا بيها اللي بيحصل حوالينا. لما حاجة من الافتراضات دي بتنجح في إنها تفسر الظاهرة اللي بتحصل، ساعتها الكلام ده بيبقى كلام علمي أو نظريات علمية، وهي دي اللي احنا بندرسها في كتب الساينس. When these hypotheses succeed in explaining many phenomena, they become scientific theories، وتبدأ تظهر لنا النظريات اللي احنا هنتكلم عنها. واحدة من النظريات اللي نجحت إنها تفسر لنا الحركة بتاعة البارتيكلز جوه الماتر اسمها particle theory of matter. One of theories that has succeeded in explaining much of behavior and the properties of matter. تعالوا مع بعض نتعرف على النظرية اللي حطها العلماء اللي هتفسر لنا البيهيفير بتاع البارتيكلز جوه الماتر وكمان البروبرتيز بتاعتها. عندنا 5 assumptions of particle theory of matter. Number 1, that the matter is made up of small unit particles that cannot be seen with the naked eyes. إن الماتر معمولة من حاجات صغنططة مش بنقدر نشوفها بعينينا. Number 2, the particles of a single substance are identical and their type varies from one substance to another. يعني البارتيكلز بتاعت نفس الماتر بتكون identical. الموليكولز بتاعت الوتر كلهم شبه بعض، لكن أكيد هيختلفوا عن الموليكولز أو البارتيكلز بتاعت substance تانية. Number 3, that there are attraction force between these particles. إن في فورس ما بين البارتيكلز دي وبعضها، والفورس دي هي سبب في وجود potential energy جوه البارتيكلز دي due to the attraction force between them. يعني بما ان في قوه بتبدا تجذب او بتبدا تجمع البارتيكلز دي مع بعض، وطبعا القوه دي شكلها بيختلف او وصفها بيختلف من السوليد للليكويد للجاز، فنتيجه قوه الجذب اللي ما بين البارتيكلز وبعضها دي بيبدا يبقى في potential energy stored inside these particles. Number 4, that there are intermolecular spaces between the particles of matter. إن السبيسز دي vary depending on its physical state، فالسبيسز دي في السوليد غير الليكويد غير الجاز. آخر حاجة number 5, that the particles of matter possess kinetic energy. يعني البارتيكلز دي زي ما عندها potential energy فهي كمان عندها kinetic energy and they are in continuous motion. لكن برضو الحركة شكلها وسرعتها بيختلف من السوليد للليكويد للجاز depending on the physical state of the matter. تعالوا ما نعمل تجربة كده سوا مع بعض علشان نقدر نفهم الجزء اللي جاي. خليك في الأوضة اللي انت قاعد فيها واطفي النور، وخلي النور اللي داخل من الشباك بس كده يبقى شعاع ضوء بس داخل كده، وابدأ لاحظ الحركة بتاعة الهواء في الحتة اللي منورة اللي داخلة من الشباك دي. لو بصيت عليها هتبدأ تشوف زي ما احنا شايفين في الصورة قدامنا بالظبط، تحس كده ان في حاجات بتتحرك. اولا الحاجات دي مش الهواء، ماشي، عشان احنا قايلين ان الموليكيولز والاتومز اللي بيكونوا الاير او بيكونوا الجاز
مش بنقدر نشوفهم بعينينا. امال ايه اللي انا شايفه ده ممكن نقول ان هو دست، شويه تراب، حبه تراب اللي انت شايفهم دول. طيب هو بيتحرك فين؟ قال لي بيتحرك في فلويد. طيب الحركه اللي احنا باصين عليها ولاحظناها مع بعض دي احنا اول ناس نعمل كده وناخد بالنا منها؟ قال لي لا، في عالم اسمه براون، والعالم ده بدأ يلاحظ الحركه دي زينا بالظبط، وكمان بدأ يلاحظ حركه البولين جرينز في الووتر. طيب هو ايه المبهر في الموضوع ده؟ يعني ما عادي، يعني شويه تراب وبيتحركوا. قال لي لا، لما الحركه بتاعت التراب دي تبقى randomly in all directions، يعني مش بتتحرك في اتجاه معين، مش بتتحرك مثلا في اتجاه الجاذبيه فبتنزل كلها لتحت، لا، الحركه دي عشوائيه randomly in all directions. فده معناه ان الفلويد اللي احنا بنبص عليه نفسه، سواء كان الجاز او الووتر، هو نفسه البارتيكلز هي اللي بتتحرك الحركه دي، وبناء على الكوليجنز اللي بتحصل او التصادمات اللي بتحصل ما بين الفلويد موليكولز والبارتيكلز اللي عينينا شايفاها هي اللي تسببت في الحركه اللي احنا بنشوفها دي. This movement is known as Brownian motion. بعد اكتشاف العالم براون للفينومينا دي. مين هي البراونيان موشن؟ Random movement of particles in all directions as a result of collisions between them. يعني حركة البارتيكلز في كل الاتجاهات كده بطريقة عشوائية زي ما احنا شايفين، نتيجة للكوليجنز أو التصادمات اللي بتحصل ما بين مين ومين، ما بين البارتيكلز بتاعة الماتر نفسها سواء كان جاز أو ليكويد، والبارتيكلز بتاعة الدست أو البولين جرين اللي احنا بيها لاحظنا الحركة دي. نقدر نلاحظها لما يقول لي the spread of smoke from candle in the air. لما بنولع شمعة بنبدأ نلاحظ ان الدخان اللي طالع منها ده كده بيتحرك بطريقة معينة. فلما يقول لي الحركة دي ليه بيحصل لها spreading give reason، هنقوله because air particles are in continuous random motion in all directions. جبنا الكلام ده منين؟ من البراونيان motion. They collide with the smoke particles and cause them to spread. يعني كده الاير بارتيكلز بتتحرك حركه randomly in all directions، ولما سموك او الدخان بيبقى طالع من الشمعه بيخبط في الاير موليكولز اللي بتتحرك دي، وده اللي بيسبب السبريدنج او الانتشار اللي احنا شايفينه في الصوره قدامنا ده. فاكرين من شويه لما كنت بقول لكم ان ملاحظه حركه الشمس حوالين الارض او الارض هي اللي بتتحرك حوالين الشمس، هو احنا كطلبه وكمدرسين ازاي نقدر نتخيل الموضوع ده؟ يعني دي حاجه كبيره قوي، انا ما اقدرش اطلع بعيني كده بره خالص في السبيس وابدا الاحظ حركه وابص على الارض وابص على القمر وابص على الشمس وابص على بقيه الكواكب. ازاي دي حاجه هقدر استوعبها؟ هنتكلم عن نقطه اسمها designing a model of matter particles. ايه هي الموديلنج اصلا؟ كلمه موديلنج هي طريقه we used to present simplified representation of very small things that we cannot see or very large things that we cannot perceive. يعني هي طريقة ببدأ استخدمها عشان أبسط فكرة معينة تقدر دماغي تتخيلها، لأن الحاجة دي عمري ما هشوفها لأنها صغيرة جدا، زي مثلا الدرس اللي احنا بنتكلم فيه عن الموليكولز والأتومز، أو إن الحاجة دي تبقى كبيرة جدا فدماغي برضو مش قادر يستوعب هو مين اللي بيلف حوالين مين، هي الأرض أصلا حجمها بالنسبة للشمس إيه، وأسئلة تانية كتير. طب الموديلنج ده أو الطريقة دي بنعملها ليه؟ عشان ده بيساعدنا to understand things and recognize the relationships between them. لما بنعمل كده بنقدر نفتكر ونستوعب. فلما اجيب لك شكل السولار سيستم قدامك كده فتقدر تاخد بالك تقول فعلا ده في بلانتس، والبلانتس دي ريفولف اراوند ذا سن. حتى الديفرنت ريشيوز في السايز او في الفوليوم ما بين البلانتس وبعضها بنقدر نتخيله. طب احنا هنستخدم بقى الموديلنج ده في ايه في درسنا النهارده؟ هنعمله designing a model of solid liquid or gaseous particles using materials found in the environment. يعني هقول لك هات شويه زراير كده حطهم جنب بعض تعبر لي بيهم عن الفرق ما بين السوليد والليكويد والجاز وهكذا. فهمنا يعني ايه موديلنج؟ يلا بينا نتكلم عن اخر جزء معانا في درس النهارده وهي البلازما ستيت. حد فيكم قبل كده يا شباب سمع كلمه بلازما؟ بلازما is considered the fourth state of matter. ايه fourth state of matter؟ مش احنا قايلين ان احنا عندنا 3 states of matter اللي هم السوليد والليكويد والجاز؟ مين هي الفورث ستيت دي وامتى بتحصل؟ Plasmas formed when gases are ionized. يعني ايه البلازما بتتكون لما الجاز؟ طب ما هو جاز اهو، يعني هو جاز ستيت، يعني دي الثيرد ستيت اوف ماتر. ايه اللي هيخليه يكون بلازما؟ لازم يا شباب يحصل شرط، والشرط ده اساسي عشان نقدر نقول ان احنا اتنقلنا من حالة الجاز لحالة جديدة اسمها بلازما. هي ايه؟ ان الجاز ده يبقى ايونايزد. ما انا مش فاهم يعني ايه ايونايزد. بصوا يا شباب،
الجاز ده لو تعرض لنوع من أنواع القوة معينة، مثلا زي حرارة شديدة قوي أو كهرباء عالية جدا، بتبدأ الأتومز تلوز إلكترونز. فالجاز دلوقتي ما بقاش في النورمال ستيت بتاعته، بقى عبارة عن حاجتين: positively charged ions نتيجة للوزنج إلكترونز، والحاجة التانية الإلكترونز اللي هي فقدت دلوقتي من الأتوم. فالاتنين دول وجودهم معناه إن الجاز دلوقتي بقى ايونايزد. طب هو لما يبقى ايونايزد ما ينفعش نشاور عليه ونقول إن هو جاز؟ لأ، هنشاور عليه ونقول إن ده بلازما، أو إن دي بلازما ستيت. وعلشان فيها free negative electrons، فالبلازما is characterized by its high electrical conductivity. فمن المميزات بتاعة البلازما إنها عندها ability to conduct electricity نتيجة لوجود الفري إلكترونز اللي احنا لسه قايلين عليها دلوقتي. طب بالراحة كده يا ميس، بس جمعي لنا كده، قولي لنا تاني هي ايه البلازما دي؟ بلازما is the fourth state of matter. تمام؟ formed when gases ionize. حلو كده؟ turning into positively charged ions and negatively charged free electrons. نقولهم تاني يا حبايبي مع بعض. البلازما هي fourth state of matter. طب معلش يا ميس، هو أنا إمتى أقول إن أنا عندي 3 states of matter وإمتى أقول إن أنا عندي 4 states of matter؟ لو قالك كلمة common، يعني الأكتر اللي الناس كلها وإن إحنا طول عمرنا من وإحنا صغيرين لحد ما وصلنا هو تاني إعدادي عارفين إن هما 3 states of matter. فالبلازما ده يعتبر exception في حالة معينة، لكن الرئيسي الأساسي اللي عندي اللي مش بيتغير هما ال3 states اللي هما السوليد والليكويد والجاز. نقول بقى تاني مين هي البلازما. The fourth state of matter formed when gas is ionized، يعني بيتكون لما الجاز يبقى ionized turning into positively charged ions and negatively charged free electrons. طب في يا ترى أمثلة تقدر تعبر لي عن حالة البلازما دي؟ قال لي معظم الماتر في الأوتر سبيس عبارة عن بلازما ستيت أصلاً. الشمس دي أصلاً عبارة عن كورة من النار، فهي عبارة عن جاز، بس الجاز ده يعني واقع تحت تأثير حرارة شديدة جدا. فالجاز ده بيبقى إيه؟ يلا شاطرين، بيبقى ايونايزد. ولما هيكون ايونايزد يبقى موجود في حالة إيه؟ البلازما. تمام كده؟ ومعظم الأجسام اللي موجودة في الفضاء كمان عبارة عن بلازما. طيب إيه تاني؟ It's found in lightning. عارفين البرق اللي بيحصل في الشتاء ده وبنشوفه؟ النتيجة للديفرنت تشارجز ما بين الكلاودز وبعضها بيعمل حاجة زي شبه الكهرباء كده. فالكهرباء دي بتأثر على الجاز اللي موجود في الاتموسفير وبتبدأ تحوله من الجاز ستيت للبلازما ستيت. وتالت حاجة كمان ممكن نشوف فيها البلازما موجودة في الأورورا فينومينا. دي عبارة عن bright colored lights that appear in the sky. نقدر نلاحظها في النورث والساوث بول. اشمعنى بقى في النورث والساوث بولز بس؟ عشان الفينومينا دي بتحصل when charged particles from the sun reach earth. بتيجي أجسام مشحونة من الصن، ولما بتوصل الأرض ربنا سبحانه وتعالى عامل لها زي شيلد كده أو حاجز مغطي عليها يحميها من كل الحاجات الضارة اللي بتيجي من الفضاء عموما. كفر اللي مغطي الإيرث ده عبارة عن magnetic field. المagnetic field ده بيبدأ يوجه كل البارتيكلز دي ناحية التو بولز، ويبدأ يعمل كوليجن مع الاتومز اللي موجودة في الاتموسفير، فبتديني الكالرفul لايتس اللي بنشوفها في السكاي at the two poles. وكمان هسيب لكم في الديسكريبشن بوكس لينك لفيديو بيوضح لي ازاي بالظبط الأورورا بتتكون. في حياتنا بقى اليومية في تكنولوجيكال ابليكيشن ليه علاقة بالبلازما، وهو البلازما اير كونديشننج. Plasma is used in air conditioning system to improve indoor air quality. يعني بما ان في حاجة اسمها بلازما، والبلازما دي بتتكون نتيجة ان الجاز بيحصل له ionized لما بيقع تحت تأثير قوة معينة زي مثلا الالكتريك فيلد. فالعلماء قدروا يستخدموا الفكرة الجميلة دي، وهيعملوا ايه؟ هنعمل تكييف ونخلي الهواء يعدي على high electric field. This is number 1. الجاز اتومز هتتحول لايه وايه؟ مين شاطر يقول لي؟ مظبوط، هتتحول نتيجه انها عدت على الالكتريك فيلد، هتديني positively charged ions والنيجاتيفلي charged electrons. وبعدين التشارجد جاز ايونز break down harmful air pollutants وgerms and viruses. تبدا الايونز اللي اتكونت دي تسحب، عندها قدرة كده على إنها تتجمع وتلقط لي كل الحاجات الضارة والفيروسات والبكتيريا اللي موجودة في الجو. وده بيخلي الهواء يكون more clear، يخلي الهواء كده نقي وجميل. فمن الحاجات اللي أكيد سمعناها كلنا التكييفات اللي بتشتغل بتقنية البلازما، وده التطبيق العلمي ليها. تكنولوجيا
تعالوا نشوف مع بعض شوية أسئلة ليهم علاقة بالدرس ده. Give reason. It's difficult to break a piece of rock. دايما بقى تخيل ان انت دخلت جوه الماتر دي وايه اللي حصل جوه يخليني صعب اكسرها كده. هنقول because rock particles are bound together by very strong force اللي اتكلمنا عنها في السلايدز اللي قبل كده. making them solid and cohesive يعني بتخليها في حالة السوليد ومتماسكين مع بعض and difficult to break. السؤال التاني solid materials have a specific size and shape. يا ترى الحاجات السوليد ليه محافظة على الشيب والسايز بتاعها؟ هنقول برضو نفس السبب because particles are bound together by very strong forces that are tightly bound together. يعني الفورس دي من البروبرتيز بتاعتها انها جامدة جدا وشديدة جدا can't move from their position. عشان كده بتحافظ على الشيب والسايز. Number 3 liquid substances have the ability to flow and take the shape of the container holding them. وده عكس اللي قايلينه في السوليدز فوق. هنوصف الفورس المرة دي ونقول because force of attraction between particles are relatively weak يعني أقل شوية من السوليدز وكمان في distance between them relatively large allowing them to move freely. في فورس وكل حاجة لكن هي relatively weak ده السبب الأولاني وفي spaces والسبيسز دي relatively large وده اللي بيسمح إنها تتحرك بحرية. السؤال الرابع the possibility of dissolving quantity of table salt in water. ليه أقدر أدوب شوية ملح في المية؟ هنقول برضو السبب relatively large spaces between them عشان في distance أو مسافات ما بين البارتيكلز وبعضها وكمان الموليكولز are in continuous motion عشان الموليكولز أصلا في حالة حركة فالسولت molecules spread out into intermolecular spaces between the water molecules بتبدأ تسمح إن السولت particles تبدأ تتوزع أو تدخل ما بين الموليكولز بتاعت الووتر وده السبب اللي بيخليني أعرف أدوب شوية ملح في المية. السؤال اللي قبل الأخير بيقول لي the ability of gas to spread and take the shape and the size of container holding it. هنقول because the forces of attraction between particles are very weak. على عكس السوليد والليكويد الفورس اللي موجودة المرة دي ما بين الموليكولز أو البارتيكلز وبعضها very weak والبارتيكلز كمان move randomly in all directions according to Brownian motion اللي اتكلمنا عنها. والسؤال الأخير بيقول لي gas is characterized by compressibility. ليه الجاز عنده الخاصية بتاعت الcompressibility أقدر أضغطه؟ هنقول due to the large distance between gas particles لأن في مسافات كبيرة قوي ما بين البارتيكلز بتاعت الجاز وده اللي بيسمح يا شباب بحدوث الcompressibility أصلاً. When pressure acting on the gas increases, the volume decreases without changing the size of particles themselves. يعني لما بنضغط يا شباب على البارتيكلز بتاعت الجاز نتيجة لوجود المسافات دي فالمسافات هي اللي بتقل فالفوليوم بتاع الجاز على بعضه بيقل لكن السايز بتاع البارتيكلز نفسه مش بيتأثر ومش بيحصل له أي حاجة. احنا كده خلصنا مع بعض الدرس الأول. استنوني يا شباب في الدرس التاني.